السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى هنعمل رز. لا هي ناشفة ولا هي طرية، يعني ايه، حاجة كده تفطري بيها او تتعشي، بتبقى حاجة خفيفة. احنا دلوقتي هنسمي الله. معايا 2 كيلو من الدقيق هنخلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. انا عندي مناخل تانية، بس ده انعم حاجة، يعني بحبه عن السيل. هنعمل عندي مقادير 2 كيلو دقيق، حط عليهم كيلو لبن. جايبه اللبن مربوباه عندي، غليته وبرد، حطيته نقلته في طاجن فخار وغطيت عليه وحطيت فيه شويه ملح. يعني انا هنا مش هضيف ملح عشان حاطه في اللبن وهو بيروب. معايا 3 كوبايات سمنه وكوبايه زيت، وهنحط سمسم وخميره وبيكنج باودر. تمام. العجينه دي ما بتخمرش، يعني بنعجنها بترتاح شويه 10 دقايق وبتشتغلي بس فيها. تمام. نحط شويه سكر برضو في العجين. انا يا دوبك مسيحه بس السمنه مش قدحاها، يعني لو هي عندك سايحه من الحر الجو اللي احنا فيه ده. تمام. تمام كده انا قربت اخلص اهو. كل حاجه قدامكم، مش هفصل الكاميرا، مش ان شاء الله تحبوها وجربوها كده على طريقتي، هتطلعوا كويس، يعني تحبوها ان شاء الله. دول ما شاء الله 2 كيلو، بس انا جايبهم سايبين، يعني مش اكياس، لان الكيس بيبقى اقل من الكيلو، فتلاقيكم 1000 بركه ويعملوا لك برضو شويه حلوين. لو انت عايزه تعملي كيلو بس، لو انت يعني ايه عايزه تجربيها، حط بقى السمسم ده، سمسم احمر، عايزه تجيبيه ابيض براحتك تحبيه. معايا كيس بيكنج باودر، و2 فانيليا. انا ده بقى، انا كنت هنا خلصت شغلي واتغدينا وغسلت وعي وروقت مطبخي والدنيا ايه بقت فل. تمام. هنا بقى عايزه تحط ريحه برتقال، عايزه تحط ريحه موز، انت واللي تحبيه. مش عايزه تحط خالص برضو براحتك. دي واحده كنت فاتحاها اخده منها قبل كده، ودي بقيتها. حط برضو شويه سكر، مش كتير، معلقه يعني. نقلب بقى كل الكلام ده. هنا نسيحها. كانت سخنه شويه بس عادي يعني. نقلب بقى كده. اهم حاجه تبس العجينه بالسمنه الاول. تمام. يعني كده لان معاكي، لان ما بتعجنش زي الفطير. تدوبي السمنه كده في الدقيق، كل الدقيق. انا كنت الاول
بعمل الحاجات دي على طول، المعجنات دي والفطير دلوقتي عشان ايدي يعني صراحة انا بحب اعمل، بس بتعب بقى بعدين. دورناه اهو، الدقيق كله اخد من السمنة. نحط بقى اللبن الرايب. شايفة كلها شرب، ده بقت سمنة، ولون الدقيق غمق معاكي، شرب من السمنة كلها، مفرولة. شايفة؟ صلوا على النبي كده. ده لبن رهيب اهو. في دقيق بياخد لبن او ميه او ايا كان انت هتعجني بايه، وفيه دقيق لا ما بياخدش. انا هنا عشان انا عارفه ان هي يعني ممكن ياخد كمان شويه، جايبه هنا ميه سخنه جنبي، شويه ميه دافيه مجهزاها عشان امشي بهم العجينه طول ما انا بعجن. اما انا ما حطيتش ملح عشان اللبن فيه ملح. تمام. لو عندك عجانه هتعملي الخطوات دي على ايدك الاول، تفركي السمنه بالدقيق وبعدين تدخليها العجانه. هذا الميه اللي انا قلتلكوا عليها ميه نظيفه، حط شويه. والله انا كنت لحد دلوقتي مونونه كده، النهارده لا بكره، اعمل النهارده ولا بكره؟ تعالي قلت يلا، الله المستعان. حابه تعملي 2 كيلو زي كده، عايزه تعملي اكتر، عايزه تعملي اقل. وبصوا انا حد يعني ايه ما بحبش يهتم بالمقادير قوي، يعني انا عارفه مقدار حاجتي تاخد قد ايه ولا كده، فبتعامل على الاساس ده. اللبن الرايب سواء القرص او الفطير بيخليها تحفه، بيضر الحاجه وحمرها بيبقى كويس. وعايزه اقول لكم ان انا هسوي القرص دي في فرن البوتاجاز مش في الفرن البلدي. شايفين العجينه بقت عامله ازاي؟ شايفه؟ طبعا الحجم بتعمليها الحجم اللي انت عايزاه. هلمها بس وارجع لكم. عايزه اقول لك ان انت مش ده عجينه كده، بتعجني كده بتكبسي، مش اهو. هي مش بتحتاج عجين قوي زي الفطير. كده تمام. اغطيها بقى بكيس ترتاح شويه، سيبها 10 دقايق وارجع اقول لكم هنعمل فيها ايه تاني.
هنا بقى حبايب قلبي يكون عدى 10 دقايق العجينه ارتاحت، نحط نصلها والجو حر، استعنت بالمروحه جبتها. نسمي الله بقى. بصي القرصه او القطعيه اللي انت عايزاها انا عامله دي عشان هخبزها على دي تبقى قد القرصه دي كده، لا تخينه ولا رفيعه، عشان ايه ما تتحرقش منك او تبقى ناشفه قوي. اقطعها كده حتت تمام، تبقى كده. اقطع بقى الكميه وارصها كده على صينيه. ريحه العجينه جميله. الحاجات دي يا جماعه يعني ريحه العجين والخبيز والحاجات دي، الحاجات دي خير والله في البيت، ربنا يديمها علينا نعمه جميعا. انا بقى هخلص الكميه هقطعهم وارصها كده، هي عادي مش بتلزق في بعضها، هرصها في الصينيه اخلص الكميه وارجع لكم. بصوا بقى يا حبايب قلبي، انا خلصت الكميه وكمان عملت دول كده، هقول لكم بقى انا بعملها ازاي. تمام، هنا ديت المصفى دي بعمل كده، بفرد بوسعها شويه مش كتير وبحطها على المصفى بخبزها عليها. تمام، عشان كده بقول لكم ما تخلوش التقريصه لا كبيره ولا صغيره، عشان لا تبقى لا تخينه ولا رفيعه. اهي شايفين النقشه تبقى معلمه فيها كده عشان ما تقبش معاكم وهي في الفرن. اخلص بقى انا الكميه وارجع لكم. قلت اعمل معاكم كام واحده كمان كده بما ان انا لسه قدامي شويه يعني. انا طبعا عندي طبليه وعندي كل حاجه بس ما هماش مستاهلين، لان الحاجه دي في اوضه الفرن فوق، انا قلت امشي حالي كده يعني. بص معاكم كام واحده الاول. شايفين يعني عندك بقى حاجه عايزه تعمليها غير المصفى دي، بس انا بحب اعمل بيها عشان بتبقى معايا ظابطه الحوافي وبتبقى كلها مقاس واحد، ده اقل الامكانيات يعني. يعني هتعملي ما تقوليش انا ما عنديش. انا عندي حاجات والله في حاجتي زي ما انتوا عارفين المطبخ مش مفروش، بس انا بحب اعمل على دي اصلا يعني، بس عندي حاجات تانية ان شاء الله كده اما افرش المطبخ. شايفين لازم تكون معلمه كده مضغوطه عشان ما تقبش. انا كمان بحطها هنا على الارض كده عشان تبقى ايه مظبوطه. ايه رايكم؟ سويه مظبوطه مختومه. بصوا الست الشاطره تعمل اي حاجه، تقفش على حاجه، ما تقولش انا ما عنديش، كلها حاجات من بيتنا. انا كان عندي يعني انا اشتريت الدقيق وكل حاجه من البيت، ما بتتكلفش اي حاجه والعيال بيحبوها، وبنلاقي حاجه نفطر حاجه نتعشى، مش كل يوم ايه هنتعشى ايه وهنفطر ايه. الواحد بيزهق بقى يعني عايز تغيير، وانا بحبش الجاهز، انا بحب اعملها حتى لو ما بتبقاش نفس الطعم او اللي بره احلى. انا بحب الحاجه اللي اعملها في بيتي، يعني اللي قريب مني عارف كده يعني، طالما انا اعرف اعملها وبقيت ان انا اعملها بعملها. انا طبعا مغطيه ده كده، باخد مغطيه ومشغله المروحه عشان وشه ما ينشفش، وباخد بقى من تحت الكيس واحده بواحده كده.
افردها شويه حجم ده كده، مش قوي يعني، يا دوبك اخلي التقريصه او القطعه تاخد وضعها عشان ما تلزقش او ما بخبزهاش من البدايه على المصفى، عشان ما تلزقش في دي، تلزقش في الخروم دي، تدخل قوي وانا بشيلها تتقطع. تمام. شايفه كلها بتبقى حجم واحد. خلص الكميه بقى وارجع لك. حبايب قلبي اكون خلصت كل الكميه، ودي كانت واحده صغنونه طلعت ماسكاها قالت لي اعملها لي يا ماما، فعملتها لي. ايه رايكم بقى؟ ورصتهم كده عادي لانهم مفهوم سمنه طبعا مش بيلزقهم. ولعت الفرن بسخنه وهنعمل مع بعض دلوقتي بقى. حبايب قلبي كده الفرن سخن، زي ما قلت لكم بعملها في فرن البوتاجاز. العرصه دي نضيفه مش عليها اي حاجه. تمام. ارص بقى كده بسم الله. انا مولعه من فوق ومن تحت، طبعا مهديه من فوق ده اهو، وطيت من فوق. ارص كده كلها بسم الله. استنوا بقى قبل ما تاخد وتدي كده بقى واوريكم. بصوا شايفين بدأت تتخ كده ازاي؟ هي بتبقى تخة شوية كده، شايفين؟ ده بقى ايه المنقذ بتاعي. بشوف بقى الأرضية بظبط كده ايه طول ما انا قاعدة. اما تطلع بقى هوريها لكم من فوق ومن تحت. شايفين بقى حبايبي هنا الأرضية احمرت اهي، شايفين؟ هنا بقى بنعمل ايه اللي في النص بتحمر الاول عشان طبعا تحت الشوايه. فانا باخد اللي اتحمرت بجيبها في الطرف عشان تكمل تسويه، وبجيب دي هنا. انا بحب احمرها هنا ليه؟ لان تسويتها كلها بتبقى واحده، لا واحده محروقه ولا واحده مستويه ولا واحده معجنه، كلها زي بعضها. تمام. اجيب اللي في النص كده وادخل اللي على الطرف. حتى انا قايله لحداد جنبنا يعني يعمل لي، شفتوا الحديد الفرن اللي فوق، يعمل لي واحده بس زيها صغيره يعني على قدنا، لان ايدي بتتعمل من الشوايه مع تكرار الشغل يعني لما يكونوا كميه وكده. شايفين؟ حمر واقفل. قفله الفرن بتخليها تخ وكلها تسويه واحده. لما يطلعوا بقى هوريها لكم. انا شايفين حمرها، والله التصوير ظالمها كمان. اللون بقى اللي انت عايزاه اللي تحبيه بقى. انا بطلع كده، بطلع بس يا ليل بحمر زي ما انت. باخد بقى اطلع زي الفرن كده، باخد من هنا اللي اطلع مكانه برص على طول زي كده. بشغل نفسي كده بس يا ليل هتقطعي خلاص، مش عايزه خلاص كده. تمام. دول بقى يتخمروا. اطلع من هنا وارص مكانه عشان ايه ما تاخدش وقت، انجز في وقتي وعشان الغاز. وعلى فكره هنا بيستهلك نار قليله كمان عن فوق. تمام. خلص بقى كل الكميه وارجع لكم. كده حبايب قلبي نكون خلصنا كل الكميه. ايه رايكم بقى؟ والله دول ما شاء الله 2 كيلو دقيق عملوا له الكميه دي كلها. ايه رايكم؟ يلا لو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.